إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر مع خونا حسن. الدرون راها تحلق فوق سماء قصر الكريملين. كتشوف الدرون حسن؟ احنا نصيفطوا لكم لي لايف، لا ما تصوروا نصيفطوا لكم لي لايف، ما كاين باس. نعم الاخت فاطمه. خويا حسن، اليوم حنا كنتواجدوا امام ما سماته قناه شوف تي في. اول مره وصلنا قلت لك هذا كان يذكرني بقصر الكريملين. الدرون تتحقق تماما واش ولات غبره ولا ما ولاتش غبره. تحرك معنا حسن اخويا، تحرك معنا. انا بغيتك اليوم دير واحد الجوله بالحلم ديالك اللي حلمتيه واللي كان بحال بيبي كيتكون على شكل. هادشي بديتو طوبه بديت نتمشاو خويا نتمشاو. لا ما كاين شويه البرد وكاين هذا. بغيت غير نشوف هادشي غنسخنوا ولا تمشينا. انا بغيتك تلقي اخر نظره على. لا لقيت اخر نظره فاش جيت وقفت في الباب وقال لك لا ما عندكش الحق تدخل. دونك راه لقيت اخر نظره. لا ما غاديش تدخل. لا ما غاديش نجربوا. لا ما كاينش لاش ما غاديش تدخل. خلينا عافاك الاخت فاطمه الزهراء، ما كاين لاش وما غاديش تدخل باسكو ديجا اسييت. دونك راه كيف قلت لك حنا دابا غرباء على المحل ديالنا على ارضنا. جايبين دو بوكلان، راه وحده خسرات وقتها. واخا حسن، حنا البوكلان وهادشي عرفناه والترياب والروينه والناس عاطفوا معاك. سؤالي كيف ابتدأ الحلم؟ ابتدأ الحلم كلمه قال لي مستثمر. كلمه قال لي مستثمر اجنبي، قال لي غادي تجي وغادي نديروا لو شو ديال الخيل في بلادنا، وانتما ما كاينش نير دو شو اللي مزيانه واللي غادي يبان وفين يجلسوا الناس وغيجوا امراء وغيجيو ناس. هذا قال لا غادي يكون نصاوبوا لهم ان بروجي فين غادي يجيو وفين غادي يكون داكشي. شمن سنه بدا الحلم؟ 2017 2018 2019 شريت التيران. شريت التيران 2019 2020 التيران شريته ديجا في اوتوريزاسيون ديال الفيلا، ما خدمتش. مشيت بدلت لوتوريزاسيون، دفعت اون ديروغاسيون. كان وقع داك المشاكل واقيلا ديال الاكادير. كان كوفيد. هذا في كوفيد. انا ما كانش الخدمه في كوفيد، قلت نستغلها في البناء ديال هذا. مشيت درت اون اوتوريزاسيون عند سيد العمل وعند هذا اون اوتوريزاسيون ديال ريت فيها قصر الضيافه. وهاد البنايه ديال 36 بار سيكون السقفه كيف قلت لك لوط قبيله. الحلم بدا بغيت شي حاجه اللي زوينه للبلاد والله الجليل، ما بيا الا البلاد. شنو الدومين ديالك؟ بزاف الناس كيقولوا هذا السيد شنو هو الدومين ديالو؟ انا عندي بليزيور دومين. حنا في الايفنت، دونك حنا في ليفينمونسيال وكنديروا الخيل، كنديروا البيرسون عرب ولا راكار داكشي. وهذا هما لي دومين اللي كنديروا. كندير شويه ديال الترونسبور. واش وجدتي الخيل اللي كنتي غتحكم؟ والخيل مشري وراه السيد العامل اللي كان قبل، راه كنت ندير له لي زاتيستاسيون ديال الخيل ديال لاشا ديال الخيل، وديت له لي كونطرا ديال الناس اللي درت مع الامارات ولي كونطرا اللي درت مع الناس ديال قطر. ديت له لي كونطرا ديالي وقلت ليه انت راني بديت هذا الله يخليك سر عليا في الرخصه. صيفطتي لي واحد الاوديو واحد فيديو ديال واحد السيده قطريه ربما هي اللي كنتي اي واحد الصديقه هذوك مصدومه ومذهوله. هذيك السيده جات وخدات ان بروجي، انا اللي شجعتها وانا اللي دخلتها للبلاد. خدات ان بروجي في الداخله، خدات ان تيران في الداخله باش دير قريه سياحيه. داك الشيء سي غرونديوز. ايوا راه غتجي دير قريه سياحيه. واخا قول لي اشنو بديتي اول حاجه تحطات فين؟ هنا ولا حيت هذا بحال بيبي كبرتي عليه. ام بيبي لا تتفرج فيه وتشوفه. اللي صعيب هو ان انا شويه كندير ديزاين دانتيريور. اللي صعيب هو ان كنقشو بيدي. كنبقى حتى 6 7 ديال الصباح وانا كنطراسي في المولور بيدي. كيفاش غتكون هاد لاكورنيش، هادوك لي كوبول اللي كتشوفي هادوك بيدي انا مطراسيهم. هادوك لي كوبول الفوقانيين هادوك بيدي انا طراسيتهم وصوب. هذاك اللي كتشوف فوق الباب، هذاك اللي كتشوفي فوق الكادرة الباب، هذوك بيدي صوبتهم انا، طراسيتهم بيدي انا والسيد. وكيجيبوا عندنا الناس كيقولوا لنا لا غادي نجيبوا من الناس من الهند. جبت ناس من الهند وخلصتهم وداروا لي فورماسيون. الناس نقول لهم ولاد بلادي والله. الناس من الهند داروا لك دي فورماسيون. الناس من الهند حيت هما معروفين بهذا الديزاينات من ايران اللي داروا انفورماسيون للشباب ديالنا. فيها واحد الوطنيه كبيره، كنبغي بلادي بزاف، عزيز عليا ملكنا. جاتني البكيه وانت ما جاتكش البكيه. علاش نبكي؟ راه قلتها لكم. شوف ما تبكيش، ماشي تبكي على الاطلال، لا تبكي على بيبي ديالك اللي ديزاينيتي حتى 7 الصباح. اللي هذاك الشيء كله ما هو الا طريقه باش نحنوا القلوب الناس. واش كتبكي لداخل حسن؟ بيان سور، ونكذبوا عليك غير هو باش نطيح ولا باش ينافيستي كيف بغاوني باش نجي ونبدا نغوت. شي راه لا يمكن ويستحيل، واخا ما عرفت فين نوصل. انا اليوم قلت لكم لا هو هذا الشيء، حيت واحد الانسان تيجي وتيجري عليك وتيقول لك انا عندي تعليمات باش نرضى غبره.
علاش كيقلب هذا؟ الا جاتك افيستي ومشى لك القصر ديالك ومشيتي نتايا اش بقى؟ شحال وليداتك واش بقى لعائلتك؟ الله يخليكم واحد النقطه، الخدامه ديالي علاش خرجتهم في 5 الصباح؟ السيد مخرجينه راه حوايجو كاين حاطهم فازق، علاش خرجتوا السيد في 5 الصباح؟ انا هذا هو السؤال. مخرجين تقريبا واحد 9 ديال العمال او 11 خرجتوهم في 5 ديال الصباح الظلام في الشتاء، علاش؟ بغيتي تريب شي في اوقات العام. شنو ذنبهم؟ واحد الشوفه كيشوف فيا دابا واحد السيد هذا كيشوف فيه واحد الشوفه ديال كيضحك، كيشوف وكيضحك. عرفتي ديك الشوفه ديالاش؟ راه ما تغوت. انت ما تتغوتش، انت كتوصل. كيقول عرفتي ديك الشوفه ديال راه ما يغوت، ولكن انا غوت الله سبحانه. اكيد شوف فيا نقول لك اكيد والله ما نضيع، والله ما نضيع. كتقول اللهم اني مغلوب فانتصر. هذا هو الكلام اللي جلس داخل المكتب ديال السيد العامل اللي مشيت عنده، ما بغاش يستقبلنا. قال لك انا جا عندي مدير الديوان درون جا عندي مدير الديوان وتيقول لي قال لي لا ما غاديش يستقبلك لحقاش غدا جي عنده في 10. قلت للقايد حبس الله يخليك خليني غير نمشي نفك هذا ونشوف السيد العامل. قال لي واخا انا غنحبس. وصلت الرومبو كيعيطوا لي الشباب تيقول لي راه بدا الترياد. هذا هو ماشي حق دابا، راه واحد الغل وواحد وخليها صاحبي، خلي معلمه بحال هذه يجيو الناس يشربوا فيها غير كويس ديالها يدوزوا فيها. البارح راه كاين هنا اكثر من 1000 البشر اللي دخلت لها، خليوها جابوا ماكلتهم وجابوا شراب. ما كاين باس يجيو مرحبا. الديزاين علاش درتيه؟ واش على شي حاجه في الهند، شي حاجه؟ انا غنقول لك ديزاين كيفاش. هذا سان تيم كونتمبوران، سان ستيل باروك اللي خديته من واحد، مشيت لواحد لوطيل وخديته فيه كاين في دبي سميتو كامبينسكي دبي. خديت لو ميم كونسيبت وحطيته هنايا، والله الا صوبته بالعشر، اقسم بالله الا بالعشر صوبت هذا 16 مليار 160 مليون ديال الدرهم. هادي شوفي بلا تقطيط بلا هادي بلا هذا فلوس. وعاد كاجي وحدك يقول لك عاد 800 مليون اش من 16 مليار. 800 مليون واش نقول لك؟ واش هذا غنهضر معاه؟ ما غاديش نهضر معاه، هو ما فاهمش بعدا شنو هو لو تيم وشنو هو الكونتمبوران وشنو هو، ما غاديش نهضر معاه. ولكن اش غنقول لك، انا اليوم اللي تاكدت منه انا عرفت المغاربه انا عزيز عليهم وبغاوني. وغنقول واحد الرساله ديالي للمستثمرين الاجانب، يدير الله خير وباقي الخير في البلاد، وإلا جاو يدقوا البيبان الكبار باش ياخذوا دي غارونتي ديالهم. التيران اللي واقفين فيه توا ديالك؟ لا فقط من هذاك التيران اللي عندي فيه هو هذاك من حيث اللور. انا تنغلطوا كنقولوا التيران اللي عندي، انا ما عندي دابا والو. عندي شحال فيه من 15000 متر كاري. 15000 متر كاري، 15000 متر كاري اللي فيه. وتبنات فيه دو باتيمون. الاولى هو كيف شحال فيهم لي باتيمون اللي تبناو؟ هذا 36 على 50 اللي اوتوريزي، وهذاك فيه في الكونتور ديالو تقريبا 35 على 31. 35 شنو؟ 35 متر. 1000 35 متر. 35 متر ولا 35 متر على 31. على 31. شكرا لكم لقيتي اخر نظره. الحمد لله الحمد لله. نظرة الوداع. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنعاود نظرة الوداع. نظرة الوداع. كنا بغينا نقوموا بواحد الجولة مع السي حسن ولكن ما قادش، رجلي ما ساعفوش والبرد حتى هو ما ساعفوش. لا ماشي رجلك ما ساعفوش، ما قدرتيش تمشي على راسك. نمشي لا حيت مشيت درنا محاولة الأولى، وراه درنا محاولة وبغينا ندخلوا قال لك لا ما تدخلش سي انتيردي. واش نضارب؟ لا ما تقولش رجلي انا نمشي نجري انا وياك. يلاه زيد نجري وحسن. تبارك الله عليك خويا حسن. اذا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات سيغادر الله يحسن العوان. هو كيبان قوي ما بغاش ينعزم، تيقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اني مغلوب فانتصر، لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام هذا الشيء اللي وقع صراحه ألمنا كاملين، لا كاعلاميين ولا كمواطنين مغاربه، لان هذه المعلمه الجميله بناها عليه الضوء جزء بجزء، حجره بحجره، ياجوره بياجوره. حلم كان عنده، ولكم سمعتوا معنا كيفاش حلم، كيفاش بنى، كيفاش وصل، كيفاش خطط، كيفاش جاب ناس من خارج ارض الوطن داروا دي فورماسيون الدراري، كيفاش كان غيدخل 200 يد عامله انهم يخدموا في هذا البروجي. ولكن للاسف الشديد قدر الله وما شاء فعل. مشاهدينا الكرام هذه هي الحاله اللي وصل لها قصر الكريملين او ما عرف بقصر الكريملين بمنطقه بوسكوره. حلم تحقق وتبدد في رمشة عين.
كيخاف الله، كيخاف الله، راضي بقضاء الله، كيقول لك كنبكي لداخل، متحسر، تمنع من الدخول الارض ديالو. حنا ايضا تمنعنا تخوفا على سلامتنا، ولكن المره اللي فاتت راه كنا حدا الجزء اللي راب، راه حتى مول بوكلا راه الحياه ديالو راها معرضه للخطر كيف ما قال لنا السي حسن. كان جاي في شركه ديال سيكوريتي، هذا السيد هذا عنده شركه ديال سيكوريتي، وكان جاي عنده امل انه غادي يخدم معاه وغيزيد يوظف شباب اخرين عاطلين عن العمل، وكان غيلقى فرص اخرى للشغل. يعني من غير ال 200 اللي كان غادي يخدموا هنايا، كانت واحد الشركه ديال الامن الخاص اللي كان جاي باش يتعاقد معاه حتى كيشوف هذا المشهد الصادم. السلام عليكم. اش كي جاك هادشي؟ اش غنقول لك اختي، تفاجئنا والمغرب راه كلشي في راسو هادشي، جينا نشوفوا هادشي كيفاش. بحكم حنا كنديروا قطاع الخدمات في التنظيف، هذا الاستثمار كيهمنا كشركه ديال الخدمات، دوره اقتصاديه، ولكن نشوفوا القضاء شنو كاين، ما خفي كان اعظم، نشوفوا هادشي الاسباب ديالو. واخا انت كنتي جاي باش تعاقد مع سي حسن؟ لا ماشي نتعاقد، نعم، جاي غير باش نشوف نتضامن معاه، فهمتيني، يعني باش عندك الشركه ديال الامن الخاص انت؟ لا انا ديال التنظيف. ديال التنظيف؟ ديال التنظيف جاي، لا ماشي جاي عندي معاه شي عقد. لا كنتي جاي، ما كانت نيتك تخدم هذه القضيه تجي؟ لا انا بحكم كندير مثلا التنظيف، هادشي كيهمني مثلا وكيهم صحابي اللي غيديروا التنظيف هنا، راه غيحط واحد خصوص البيرسونيل، انا كيحط فيها صوره دوره اقتصاديه، فرص عمل ناس اخرين اكثر من شحال من شركه اللي كنغطوا واحد الدوره اقتصاديه مهمه واستثمار. اولا لوجهه نظر كان في الاول هادشي تحبس من الاول، اولا الحمايه ديال دوك الفلوس اللي مشاو، هذوك الملك المغرب، هذا هو اللي بغينا نكونوا في الاول. سيد ما تخلوش يوصل لهذا المستوى، فهمتيني، ولكن حنا نثقوا في القضاء ونشوفوا القضاء، والقضاء هو اللي غيقول الكلمه والفيصل في هادشي، فهمتي، حنا ما نقولوش شي حاجه اخرى، حنا غير كنهضروا، ولكن القضاء هو اللي غادي في السر. اللي كنتسائلوا شكون خلى هذا السيد بنا وخسر هاد الفلوس كاملين؟ كاين هذا هو اللي كاين، حنا كاع مغاربه، لا حكومه وملكه ولا شعب، هو راه هو ابن المغرب، ماشي بعيد علينا ولا شي حاجه، كذلك حنا ما لا امن، حنا كاع وليدات المغرب، ولكن الحمد لله تا هو راه بان لي سيد واقف على رجليه متمكن، بيزنس، عارف كيفاش يثبتوا الله، متثبتوا الله كيفاش كيهضر، والارض راه ديالو، هي اللي غادي نقول شي حاجه، ولكن القضاء ديالك هو اللي في يدو الملف، راه المحامي ديالو هضر البارح، شفنا كلشي المغاربه تبتو، خليو القضاء نشوفوه، خليو هو اللي غادي يتضح الرؤيه اللي كاين، واللي قال القضاء حنا معاه. تبارك الله عليك اخويا، تبارك الله عليك. اذا مشاهدينا الكرام غنخليكم على هذه المشاهد الصادمه. لا زالت الجرافات تجرف قصر الكريملين. تواجد أمني مكثف وسياج حديدي بمنع دخول أي شخص. ما عرف بقصر الكريملين. مشاهدينا الكرام، هذه أجواء في منطقة بوسكورة. ولحظات وغيصبح هادشي كلشي حطام وأنقاض. اخت فاطمه الزهراء سمعنا التصريح، وصراحه تنبقى فينا داك السيد والله العظيم
كيفاش مسكين حتى شي زملاء بغاو ياخذوا معاه تصريح ومسكين صافي ما بقاش قادر لانه تيشوف الفلوس ديالو كتمشي ليه. والغريب في الامر ان مزيان انا طبقت اليوم القانون وهدمت لهذا السيد هذا، ولكن فين هو تطبيق القانون من المحاسبه ديال هذوك الناس، هذاك رئيس الجماعه وذاك المسؤولين ديال السلطات المحليه على راسهم الباشا والقائد والاعوان اللي هذوك الناس حتى هما اليوم خصنا اننا تكون المحاسبه ديالهم ماشي على تحاسب هذا السيد هذا. انت طبقتي مع القانون، انت هدمتي ليه، انت دمرتي ليه الحياه ديالو، دمرتي عليه، انت خليتي هذا السيد هذا وقف صلب ولكن هذاك امن بقضاء الله وقدره. هذا السيد راجل علاش؟ لانه ولد الناس والاخلاق ديالو راه معروف الله يعمرها دار، ولكن يجب المحاسبه حتى ديال هذا القائد وهذا الباشا وهذا المسؤولين كاملين خصهم يتحاسبوا معهم، لان راه عيب والعار. راه ما يمكنش انا جيت اليوم تقول لي باش انا غنمشي ندخلوا العماله ولا لا سيدي نتحاسبوا معهم.